السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. يا صباح الخير والجمال والصحة والسعادة. ربنا يجعل أيامنا كلها خير وبركة وسعادة يا رب، اللهم آمين. وابعد عننا الشيطان يا رب. طبعا احنا بقى لسه هنبتدي يومنا اهو. طبعا احنا فطرنا بقى، دخلنا على المطبخ على طول كده. يعني أول حاجة بنعملها زي ما أنا قُلت لكم، أول ما باصحى لازم باشغّل إذاعة القرآن الكريم وكده، وبنهوّي الشقة طبعًا، وبنفتح الشقة كلّها علشان يعني وقت قراءة القرآن وكده في البيت. الشياطين، قراءة القرآن في البيت أصلًا بتطرد الشياطين. ربنا يهدينا يا رب، اللهم آمين. هنا بقى كنا مطلّعين بقى الفرشة تتهوّى، شايفين بقى واحدة ماشية هي لسه جايبة العيش من الفرن ومروّحة. زي ما أنتم شايفين بقى إحنا الصبح بدري دلوقتي. الشمس بقى لسه يعني ما طلعتش للدرجة. طبعًا إحنا زي ما قُلت لكم إن إحنا فطرنا، وهنا بقى أهو كنت جايبة لِفْت وكده. قُلت هاخلّله حبّة وأنا قاعدة بعد أمّا فطرت وكده أتسلّى فيه قبل أمّا أخُش على الغدا. هنا بقى كنت قطّعته وغسلته طبعًا حلو وشِلت القشرة اللي برّه. الكيسة دي أنا حاطة فيها القشر اللي أنا قشّرته. قطّعته وحطيته في البرطمان ونزلت عليه بالمَيّة والملح والخل. ده كده تخليل اللِفت. هنا بقى دخلت على المطبخ، أنا قُلت أنا هاعمل لازانيا إن شاء الله. هنا قطّعت شرايح بصل وشرايح فلفل. طبعًا أنا أمّا باجي أعصّج اللحمة لازم باحط لها شرايح فلفل وشرايح بصل عشان يدّوها طعم وريحة. هنا بقى كنت باتبّل أهو زي ما أنتم شايفين البصل بالفلفل، طبعًا دبلوا معايا، نزلت عليهم بشفشق الطماطم اللي أنا عصراه. طبعًا هي اللازانيا يعني أنا باحب أعملها بطماطم غير العصاج العادي، اللي هو بتاع المكرونة البشاميل باعمله من غير طماطم. بس الطماطم في اللازانيا بتخلّيها juicy وطرية أكتر يعني من المكرونة البشاميل كمان. هنا بقى أهو زي ما أنتم شايفين سِبت اللحمة تستوي مع بعضها، نزلت بعد ما الطماطم خدت غلوتين وكده نزلت عليهم باللحمة. هنا اللحمة كانت استوت معايا، دخلت بقى على البشاميل زي ما أنا قُلت لكم قبل كده، أنتم شُفتوا ليّا فيديوهات وأنا باعمل طريقة البشاميل وفيها طريقة البشاميل اللي أنا باعملها. أنا باجيب يا جماعة كيلو اللبن، بانزل عليه مثلًا، لو عندِك شوربة انزلي عليه مثلًا بنُص مَج شوربة أو كوباية شوربة و4 معالق دقيق. الكيلو اللبن بالضبط للبشاميل، لو عايزة المكرونة تبقى طرية بتحطي 4 معالق دقيق بس بالعدد. هنا بقى كان البشاميل خلص معايا واللحمة خلصت معايا. دي بقى اللازانيا معايا أهي، هي علبة كده باكت بتجيبيها من عند العطار، لا إما من الهايبرات الكبيرة، السوبر ماركات يعني الكبيرة وكده. زي ما أنتم شايفين. هنا بقى بارصها أهو، معلش هي الصينية كانت صغيرة عندي فما كنتش متحكمة فيها. وكده فأنا عمّالة يعني أكسّر وأحط، لإن كان في حتت ما ينفعش إن أنا أحط فيها حتة عريضة، فحاولت يعني إن أنا أوفّق القطع على قد الصينية، على حجم الصينية اللي عندي. شايفين بقى منظر اللفت وجماله محطوط أهو على الرخامة قدّامي وأنا باعمل. ما شاء الله. اللفت على فكرة يا جماعة يعني يعتبر أسرع مخلل بيتخلل، ما بياخدش وقت زيه زي الفلفل الأخضر زي الخيار، إنما في حاجات تانية بتاخد وقت في تخليلها. هنا بقى بعد ما رصيت طبقات اللازانيا نزلت عليها بالعصاج اللي أنا معصجاه بالمفروم يعني. نزلت أهو هابتدي إن أنا أفرد. طبعًا أنا باحط طبقة لازانيا وبعدين طبقة مفروم اللي هو العصاج اللي أنا معصجاه، وبعدين بانزل عليهم بالبشاميل وكده. هنا بقى أنا بافرد حلو كويس معايا، بحيث إن الصينية كلها يبقى فيها عصاج وكده. أنا بصراحة يا جماعة يعني أنا باحس اللازانيا دي مش باحسّها وجبة يعني فاهمين؟ باحسّها اللي هي المفروض إن هي مثلًا بتتعمل جنب محاشي، بتتعمل في عزومة، بتتعمل جنب أكل يعني أكل تاني، إنّما مش باعتبرها أكلة زي المكرونة البشاميل وكده يعني. طبعًا أنا ولادي بيحبوها، فعشان كده اضطريت إن أنا أعملها وطالبينها منّي بصراحة، وأنا الباكيت كان عندي بقى له فترة، فعشان كده طلّعته وقُلت هاعمله وخلاص طالما هُم كده، كده نِفْسهم فيها.
وعملتها، بس بصراحة هي كأكلة الباكت يعني على 5 تنفار أو 6 تنفار ما بيكفّيش بصراحة، بتضطري إن أنتِ تعملي جنبه حاجة. هنا بقى زي ما أنتم شايفين لإن الباكت بياخد طبعًا صينية وسط ما بياخدش صينية كبيرة، لو أنتِ عملتِ على صينية كبيرة الباكت بس ما بي مش بيعمل طبقات كتير معاكِ، فبتضطري إن أنتِ تعمليها في صينية وسط. هنا بقى حطيت أهو طبقة بشاميل معايا فوق العصاج، وهنا رجعت تاني أحط طبقة لازانيا زي ما أنتم شايفين، باحاول إن أنا أفردها يعني وأعملها حلو، زي ما أنتم شايفين معايا. على فكرة هي طريقتها سهلة جدًا، جدًا، وكل ما بتكتري لها البشاميل كل ما بتبقى طرية وjuicy معاكِ وحلوة أوي على فكرة. هنا كان وأنا باكسّر طبعًا كان في قطع يعني بتقع مني وكده. هنا حطيت أهي طبقة لازانيا وهابتدي إن أنا أحط طبقة عصاج بردك، وبعدين أنزل بطبقة بشاميل، وهكذا وباكرر بقى، باكرر لغاية ما الصينية تخلص معايا. طبعًا زي ما أنتم عارفين بقى إن الأولاد بقى ربنا يحفظهم كده بيحبوا النواشف، الأكل الناشف ده ما بيحبوش بقى، مش عايزين طبيخ كده يعني هُم بيحبوا أنا منّي واحدة أولادي بيحبوا النواشف، مكرونة بشاميل، عايزين حواوشي، عايزين كفتة مشوية، عايزين فراخ مشوية، صينية فراخ، الأكل ده يعني مش عايزين بقى سبانخ ولا بسلة ولا سمك. بس أنا بصراحة باحاول أقنعهم إن أنتم جسمكم محتاج كل حاجة، يعني إحنا جسمنا محتاج كل حاجة، ربنا خلق لنا كل حاجة فيها فايدة على فكرة يا جماعة والله. يا ريت إن إحنا نعلّم أولادنا ونعوّد أولادنا إن هم ياكلوا كل حاجة. ليه؟ أمّال ربنا خالق لنا يعني خالق لنا الخضار ليه برضك؟ أكيد سبحان الله الجسم بيستفيد منه. هنا بقى هانزل أهو بطبقة بشاميل تانية، وارجع أكرر العملية برضك، أحط طبقة لازانيا وكده، وبعدين طبقة عصاج، وبعدين أحط بقى آخر حاجة طبقة اللازانيا، آخر حاجة الطبقة الأخيرة، طبقة لازانيا طبعًا وعلى وشها إيه، بشاميل. طبعًا أنا كتّرت بقى يعني البشاميل في بين الطبقات، فحسّيت إن هو قليّل معايا على الوش، بس أنا يعني كنت هاعمل إيه، هو كده، كده كان خلص معايا، وكان يعني فاضل حبّة صغيّرين، فاضطريت إن أنا أحطّهم وأوزّعهم زي ما أنتم شايفين كده. فالمفروض اللي ييجي يعمل لازانيا يا جماعة يكتّر في البشاميل، لإن البشاميل هو اللي بيخلّيها طريّة وjuicy. هنا بقى كانت خلصت معايا دخّلتها الفرن وحطّيتها تحت الشواية زي ما أنتم شايفين كده، لونها دهبي وجميل. هابتدي بقى إن أنا يعني كده هي خلصت معايا، ابتدي بقى إن أنا أقطّعها وأعمل له